لو كل يوم بتقول هبدأ بعد ما أخلص الماتش ده أو الفيلم ده أو أي حاجة مشغول بيها وبعدين تلاقي اليوم خلص من غير ما تذاكر أي حاجة، فأنت في الحقيقة مش عارف تنظم وقتك بيتسرق منك وأنت مش واخد بالك. تعال بقى نشوف هنحل المشكلة دي إزاي. رقم واحد، وقتك بيروح فين؟ قبل ما نقول نعمل جدول لتنظيم الوقت والمذاكرة، لازم تسأل نفسك سؤال بسيط. امسك ورقة وقلم وراجع يومك كده بسرعة. هتلاقي ساعتين على الفيسبوك والتيك توك، ساعة أكل، وساعات راحة، كلام كتير وندردشها مع العيلة أو مع أصحابك. وفجأة تيجي آخر اليوم وتقول أنا متضايق علشان ما ذاكرتش أي حاجة، أو اليوم راح على الفاضي. الحقيقة إن المشكلة مش إن اليوم مش طويل، المشكلة إننا بنسيب وقتنا يتسرق مننا حبة حبة من غير ما ناخد بالنا. ساعتين موبايل دي ساعات ضاعت في فيديوهات مش بتفيد أو تعليقات كتير على حاجات ملهاش لازمة. ساعة أكل وراحة دي حاجة طبيعية، بس ساعات الراحة بتتسحب أكتر من اللازم من غير ما نحس، وبنبدأ نتحجج إنها ضرورية علشان نرجع نكمل. الكلام الكتير في البيت، ساعات بنقعد نشتكي أو نتكلم كتير بدل ما نستغل الوقت في حاجة تساعدنا. وفيديوهات المذاكرة دي أكبر فخ، بتحسسك إن أنت بتذاكر بس في الحقيقة أنت بتأجل وبتتسلى، وده بيخليك تحس في نهاية اليوم إنك ضيعت وقت. رقم اتنين، اعمل خطة بسيطة ليومك. الخطة هنا معناها ترتيب أفكار، يعني تبقى عارف هتذاكر إيه وإمتى حتى لو في دماغك. وده مثال. كده أنت داخل على المذاكرة جاهز مش تايه. مش هتضيع وقت كتير علشان تعرف أنت هتبدأ منين. هتدخل على المذاكرة وأنت جاهز ومركز، والموضوع هيبقى أسهل بكتير. ولو مرة نسيت مثلا الخطة أو مشيت من غيرها، هتلاقي نفسك بتضيع وقت وتقول أنا هذاكر بعد شوية، والبعد شوية ده بيتحول لساعات، وفي الآخر اليوم يخلص ومفيش حاجة اتعمل. وعشان كده حتى لو خطتك بسيطة جدا هتفرق معاك جدا في تنظيم وقتك وتحقيق أهدافك. ومش لازم تخليها ثابتة، كل يوم ممكن تعدلها على حسب ظروفك وحالتك المزاجية. رقم 3، ذاكر بذكاء مش بكمية. انت في الحقيقة مش مطالب ان انت تذاكر 8 ساعات علشان تقول انا عملت اللي عليا، وعلشان كمان تثبت لنفسك ان انت مجتهد. في ناس بتذاكر ساعة واحدة في اليوم لكن بتركيز 100%، وبيحققوا نتائج ممتازة. جرب طريقة البومودور، ان انت تذاكر 25 دقيقة وتاخد راحة 5 دقايق. الطريقة دي عبقرية علشان هتخليك مش مشتت، هتحفزك وهتحسسك ان انت بتنجز. رقم 4، الراحة مش رفاهية. واحدة من أكبر الغلطات إن أنت تفضل تذاكر من غير راحة، والنتيجة دماغك بتقف ومش بيبقى فيه تركيز. الحل بقى، كل ساعة مذاكرة خد من 5 ل10 دقايق راحة. كل يوم مذاكرة خد قصاده ساعة تخرج تتمشى أو تكلم صحابك أو تتفرج على حاجة بتحبها. وأخيرا أنت محتاج تدير وقتك وتركز وتفصل عن كل حاجة. ساعتها هتلاقي نفسك مستفيد بأكبر وقت ممكن في المذاكرة. سلام.